تخيل إنك بنيت منتج رقمي ديجيتال برودكت وصرفت عليه وقت وفلوس ومجهود وشغل وديزاين، وفي الآخر اليوزرز برضو مش فاهمين المفروض يعملوا ايه، مش لأن الديزاين وحش ولكن الكلمات نفسها مش مفهومة. فالنهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الكتب في مجالنا واللي بيقول لنا ازاي الكلمات الصح بتحول المنتج الرقمي من مجرد ابلكيشن لتجربة كاملة بتفرق في حياة الناس. اهلا بيكم في سلسله كتب غيرت تفكيري عن اليو اكس رايتنج. انا ندى النادي، مؤسسه منصه تجربه. اول كتاب معانا في السلسله هو كتاب Strategic Writing for UX، والحقيقه الكتاب ده انا لما قراته كنت منبهره جدا بالكونتنت الموجود فيه، انه مش بس بيعلمنا ازاي نكتب لليو اكس، هو بيعلمنا ازاي نفكر قبل ما نكتب، يعني Strategic Thinking. تاريخ الكتاب ده بيبدا بجمله واحده سمعتها الكاتبه اكتر من مره في اكتر من تيم. كانوا دايما بيقولوا لها we need to hire someone to fix the words، يعني عايزين حد يصلح لنا كده الكلام الموجود ده. وكل مرة كانت بتلاحظ ان فعلا التيم قادر يشاور على الكلام اللي مش مفهوم وممكن يصلحوه كأخطاء إملائية نحوية جرامر وهكذا، بس برضو ده عمره ما كان كافي. مثال اللي هي شبهت بيه، قالت ان مثلا كأننا عندنا كوباية، الكوباية دي لما بنحط فيها مية سخنة أو مغلية ممكن تطق، فالإزاز ده لما بيطق أو بيحصل فيه خدش مش بالضرورة يتكسر، ولكن يبقى فيه الخدش موجود. هل أنا أقدر أستخدم الكوباية؟ أقدر أستخدمها عادي، بس مع مرور الوقت وممكن في أي لحظة مع أي خبطة الكوباية كلها تتكسر بسبب إنك بس أهملت الخدش اللي كان موجود في الأول. طيب الكتاب ده بقى بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن إحنا في اليو إكس رايتنج عندنا هدفين أساسيين. أول حاجة إننا نشوف إيه أهداف البيزنس، الشركة دي محتاجة توصل لإيه بالظبط، وتاني حاجة نشوف بقى إيه أهداف المستخدم أو اليوزر اللي هيستخدم المنتج بتاع الشركة دي. أنا أوصلك الفكرة بطريقة أسهل. تعالوا نضرب مثال مثلا بأبليكيشن أوبر وكريم. البيزنس شايف إن هو عايز يجذب اكتر عدد ممكن من الناس، ناس غريبه ما تعرفش لسه الابلكيشن، يحولهم لركاب بيستخدموا فعلا الابلكيشن ده، بعد كده يبقوا فانز بيحبوا يكرروا التجربه اكتر من مره ويعيدوا استخدام التطبيق، وكمان يبقى فيه لويالتي ويرشحوه لغيرهم فيعملوا ريفيرل وهكذا. دي اللي الشركه عايزاه. طيب اليوزر عايز ايه؟ يقول لك انا عايز اوصل بيتي بامان بسعر مناسب، رحله كده مريحه يعني. فالشركه بتفكر دايما من الربح من المستخدم، ولكن المستخدم عايز انا عايزه اوصل بيتي وخلاص. فاحنا بقى شغلتنا في اليو اكس رايتنج هو اننا نكسر الفجوه دي، احنا حلقه الوصل، نكتب كلمات بتخلي فعلا الشركه تحقق اللي هي عايزاه، وكمان نخلي اليوزر يفهم هو المفروض يعمل ايه بالظبط، وكمان يعرف ان احنا بنحقق له اهدافه اللي هو محتاجها. ده بقى بيأثر على شغلنا ازاي؟ الكتاب برضو بيشرح لنا ان في كل مرحلة من رحلة المستخدم في نوع محتوى مختلف محتاجين ان احنا نعرفه. مثلا اول ما اليوزر ده يسمع عن ابلكيشن اوبر او كريم، فده كده ماركتنج كونتنت، غالبا هيسمع من الاعلانات من في الشارع او الانفلونسرز او اعلان التلفزيون، ماركتنج عامة او السوشيال ميديا وهكذا. وبعدين بيبدأ ان هو يدخل على الابلكيشن فيشوف الاب ستور او جوجل بلاي، السكرينز موجوده، الاونبوردنج موجود عامل ازاي، الكونتنت اللي بيأتراكت اليوزر ان هو فعلا يحمل الاب، بيشرح الفيتشرز عامل ازاي. لما يقتنع بكل ده يبدأ ان هو يعمل داونلود، وونس ان هو فتح الابلكيشن احنا بقى كيو اكس رايتنج رحلتنا بتبدا هنا مع اليوزر. كل شغلنا بيبدا اول ما هو يداونلود الابلكيشن. معناه ان كل كلمه بنكتبها في الاونبوردنج، في الباتنز، في الايرور مسج، كونفirmation مسج، كل الحاجات دي لازم تكون مبنيه على فهم عميق جدا لايه بالظبط اللي المستخدم محتاج يعرفه في اللحظه دي تحديدا. الكتاب مكون من 9 فصول، كل فصل في حاجه هتغير طريقه تفكيرك عن اليو اكس رايتنج وعن اليوزر اكسبيرينس بشكل عام لما يدخل فيها مرحله الكتابه. وان شاء الله هنقدر ان احنا نعمل فيديو مخصص لكل تشابتر، كمان ساعدونا اننا نلخص كتب اكتر. اما بقى لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن اليو اكس رايتنج فتقدر تزور منصتنا تجربه دوت كوم، وهتشوف عليها كورسز مجانية وكورسز مدفوعة، تقدر تشتري مستوى واحد أو تشتري البرنامج بالكامل، تقدر تقرأ كتب مجانية وتستفاد بأدوات مجانية ومقالات مجانية كمان. اشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوز الجاية، واكتب لنا بقى في الكومنتس انت بتشتغل ايه دلوقتي وايه الكتب اللي تحب نتكلم عنها بعد كده. تحدي الفصل الأول من الكتاب. السيناريو: انت يو اكس رايتر في تطبيق توصيل أدوية، المستخدم فتح التطبيق أول مرة بعد ما نزله، البيزنس عايزه يكمل التسجيل والمستخدم عايز بس يطلب دواء بسرعة. اكتب عنوان الشاشة الأولى زائد نص الزر اللي يخدم الاتنين في نفس الوقت. التارجت يوزر: مستخدم جديد عمره من 30 ل 50 سنة، نزل التطبيق وهو محتاج دواء دلوقتي، مش عايز يتعب في خطوات كتير قبل ما يوصل لطلبه. التون اند فويس: التون مطمئن واضح، الفويس مباشر وإنساني.
اكتب العنوان والزر ووضح ليه اخترت الكلمات دي. جاوب على التحدي على لينكدين واعمل لنا منشن، هتلاقي اللينك في صندوق الوصف. الحقيقة بعد ما شرحت ملخص شابتر 1 اللي انت شفتوه دلوقتي من الكتاب، حسيت ان انا محتاجة اصور فيديو تاني يبقى اكسترا كده، واقول بقى رأيي الشخصي انا في الجزء ده، وجهة نظري في الكلام بتاع الكتب ده بيتطبق ازاي في الحياة العملية، وهل هو اصلا ليه علاقة بالواقع ولا لا، خصوصا في الوطن العربي يعني وتحديدا في مصر. حضرت كده كام نقطة ممكن نتكلم فيهم او نسبوت لايت عليهم. في نقطة كده لفتت نظري، كانت الكاتبة بتقول إن هي دايما لما بتروح أي تيم بتلاقي إن هم قادرين يشاوروا على الكلمات اللي فيها مشكلة، بس مهما صلحوا من الأخطاء اللي فيها ده عمره ما كان كافي. أنا قعدت أفكر يعني المشكلة دي ممكن تكون بسبب إيه وإيه الحل بتاعها. إن دايما التيم قادر يسبوت لايت إيه الكلام اللي فيه مشكلة. لو شاطر شوية في اللغة في العربي أو في الإنجليش هيقدر يقول ما تبقاش همزة قطع، المفروض تبقى ألف وصل، دي ياء مش ألف لينة، وحاجات من دي كتير. انت كده بتصلح ان الكونتنت يكون ريدابل، مقروء. ما بتصلحش ان هو يكون comprehensible، يعني مفهوم. وتحديدا ال AI بيعمل الموضوع ده. ممكن يكتب لك 404 حدث خطأ غير معروف، انت قادر تقرأ الكلام ده، قادر تعملها سكاننج، بس مش فاهم، يعني مش فاهم ايه اللي حصل، والمفروض اعمل ايه دلوقتي، والمفروض اروح فين. فدورنا احنا بقى في اليو اكس رايتنج اننا نحول الكلام من مجرد ان هو مقروء بس لمقروء ومفهوم ومختصر ومفيد، وليه علاقه بالبراند، وليه علاقه باهداف البرودكت واهداف البيزنس وحاجات كتير قوي 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 احنا بنكون او كرايتيريا يعني بنكون مسؤولين عنها اننا نحققها في اليو اكس كوبي بتاعتنا. ودي يعني لما نحقق بقى الحاجات دي بقى اللي بتجيب فعلا ارقام للبيزنس، وفعلا بتفرق في البرودكت يعني. طيب ما هو الاي اي كده كده هيعمل الشغل ده، ولو انا اديت له برومبت صح، ولو اديت له الكريتيريا دي وكل حاجه هو محتاجها، فهو هيطلع لي الشغل مظبوط. مش هتكلم في جزء الامباثي والانسان ليه اثر. ان شركه اوبن اي اي نفسها كانت بتعين يو اكس رايترز وكونتنت ديزاينرز. كل شركات الاي اي محتاجين يو اكس رايترز، فليه اصلا الشركه اللي هي احنا منتظرين منها تحل محل البني ادم ده هم نفسهم عايزين البني ادم ده عندهم؟ دي حاجه برضو ممكن تخليك تفكر اكتر انه الموضوع اعمق من كده واكبر من كده. واحده من الاخطاء اللي الاي اي بيعملها هي موضوع الريدبل والكومبريهنسبل، هيكتب لك كلام مقروء بس مش مفهوم. في حاجه تانية برضو شائعه جدا في الاي اي، ان هو ما بيكونش كونسيستنت. انت مهما بتديله هو مش فاهم الفلو زي ما انت فاهمه، ومش فاهم الصوره كامله زي ما انت فاهمها، معاه تاتش بوينت مع اليوزرز زي ما انت عاملها. طيب انا في شركتي ما عنديش جزء الديسكفري ولا عندي، يعني الكلام بتاع الكتب ده حلو بس هو على ارض الواقع ما بيحصلش. طبعا ما بيحصلش في كل الشركات، على حسب نوع الشركه اللي انت فيها، هل انت في برودكت بيست كومباني ولا في سوفت وير هاوس ولا انت فريلانس. فانا دايما بشوف ان احنا كيو اكس رايترز احنا اللي بنعرف نفرض نفسنا على الشغل وعلى الشركه اللي احنا رايحينها. انا لو مؤمن باللي انا بعمله وفاهم تبعيات اللي انا بعمله وفاهم الساينس بيهايند، يعني فاهم انا بعمل كذا عشان كذا، ولما اجي اكتب حاجه اكتب الريزن بتاعها والراشونال بيهايند. اكبر خطا بنقع فيه ان انا بكتب حاجه بناء على احساسي وبناء على assumption، افتراض. انا افترضت ان اليوزر فاهم ده، انا افترضت ان دي ما فيهاش مشكله، انا افترضت ان كل الناس عاملاها فانا هعملها. بس كده دي كانت يعني الانسايتس بتاعتي على chapter 1، واتمنى تعملوا فعلا التحدي اللي في الفصل ده وتشاركونا بيه. وكده كده النقاش مفتوح على اي منصه، على لينكدين او على نادي اليو اكس رايتنج او على الكومنتس كمان. شكرا جدا ليكم.